يبقى، لأن بني العباس في الأصل هم عبيد. بني العباس في الأصل عبيد. نفس العباس عم النبي كان عبد، كان عبد. كانت أم العباس عم النبي كانت جارية لفاطمة المخزومية، أم أبو طالب وأم عبد الله والد رسول الله، وأبو طالب والد أمير المؤمنين. كانت عبدة عدها. فلما وافت فاطمة المخزومية المنية قام عبد المطلب أخذ هالعبدة ليه، اقترب منها وجابت العباس. قال له عبد الله والد رسول الله بعبد المطلب، وأبو طالب اللي هو عمران أو عبد مناف. قال هذه الجارية عبدة لينا، ملك لينا احنا، وانت الآن جبت منها هذا. قال لي هذا أخوكم. قالوا وي أخونا بس هذا عبد لينا عبد. قال ترفعون عنه العبودية. رفعوا عنه العبودية. قال نرفع عنه العبودية بشروط. شنو شروطك؟ قال أن لا يتصدر المجالس معنا، ما يتصدر ولا يتقدمنا في الحروب ولا ينازعنا في الحرام ولا 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 ولا. ورضي عبد المطلب قال أوافق، وكتبوا صك ووقعوا عليه كبار مكة أشهدوهم ان العباس ما يتصدر شيء. وصحيح العباس ما تصدر شيء. لهذا بني العباس يدرون بهالكتاب، كل ما تذكروا انهم عبيد لآل محمد زادوا بغض وعداوة. اللهم صل على محمد وآله. كل ما تذكروا ان في الاصل هم عبيد وخدم. نعم العباس عم النبي، الا ان الحقيقة هذه هي الواقع هذا هو، التاريخ يشهد هالقضية. فكلما ذكروا انهم عبيد لآل رسول الله لآل امير المؤمنين زادوا بغض وحنق. لهذا ما صنعت بني امية معشار ما صنعت بني العباس من لعانتهم وخستهم. ولا هذا ابن عمكم مع ان يخسون مو ابناء عمومتهم ابدا. شلون مو ابناء عمومتهم؟ عندنا روايات عن المعصومين ان قتلت الانبياء وقتلت اولاد الانبياء ابناء زنا، مو اولاد حلال. فمثل المنصور الدوانيقي ومثل هارون الرشيد ومثل المأمون ذولا مو اولاد حلال، مو